يا هلا، في عندنا فرصة جديدة في إعمار في فبراير تحت اسم باركود. الحلوين دول فعلا من الميزات الكثيرة اللي عجبني فيها المشروع ده وحابب أحكيكم هو بالتفصيل. طبعا هنتكلم عن دبي هيلز ستيت، فخليني أكلمكم بشكل سريع. دبي هيلز ستيت، دبي هيلز ستيت هو مخطط زي ما انتم شايفين رئيسي بنسبة كبيرة تم إنجازه بشكل كبير. الجزء ده تقريبا 80% منه منتهي، ده من الحديقة مرورا بالمول بالمراكز التجارية والمكاتب، عندك الفلل، التاون هاوسز، الحديقة بنسبة 80% هنا. إذا ما تم إنجازه فهو تم طرحه بالفعل. هذا جزء. الجزء الثاني عندنا اللي هو الجولف، نفس الفكرة، ملعب الجولف جاهز، نادي الجولف جاهز، الفلل دي بنسبة كبيرة منتهية. هنا صراحة اللي مو قد كده منتهي. في عندنا حديقة الجيمس سكول، هذه موجودة اليوم، عفوا مدرسة موجودة اليوم بالفعل والطلاب بيداوموا فيها. الجزء الثاني زي ما قلنا عندنا أكبر حديقة داخلية سكنية كطول، وفي عندنا المول. هذا بالنسبة لدبي هيلز ستيت كدبي هيلز ستيت. نتكلم عن بشكل سريع للموقع. هذا شارع الخيل ياخذك شمال وجنوب بين الشارقة وابو ظبي، وهنا عندك شارع المرابع ياخذك شرق وغرب، يقسمك او يقسم المجمع بين جزئين يمين ويسار، ويحدوا في الطرف الجنوبي طريق ام سقيم ياخذك شرق وغرب بطبيعة الحال الى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد. وفي الاخير من جهة الداون تاون عندنا شارع لطيفة بنت حمدان. هذا الشارع موجود على المخطط لكن فعليا لسه ما هو موجود على ارض الواقع، ومكان ما انا واقف بالضبط تجيك الداون تاون. فهذه الوحدات اللي هنا تشوف برج خليفه راي العين بشكل لطيف. هذا بشكل سريع. ندخل على باركود بالتحديد. باركود بالتحديد عشان تفهموا ليش هو فرصه، خلينا ناخذكم على المجسم الاكبر نشوفه بشكل مفصل. هنا عندنا المجسم الاكبر اللي يوضح لك الهيلز بارك. هذه هي هيلز ايج بارك، هي عباره عن مرافق يتوسطها هذه المباني بشكل كامل. تم طرح المرحله الاولى واللي كان اسمها هيلز ايج، وهنا عندنا المرحله الثانيه باركود. ليش باركود؟ باركود الحلو فيه اطلالات مفتوحه زي ما شفنا من المخطط الرئيسي. هنا عندنا مكان الشارع، مكان ما انا كنت واقف شارع الخيل. اول طرح كان عندنا الهيلز ايج، هيلز ايج لطيف وما عيب وشيء، لكن الجهه الثانيه منه عندك الكينجز هوسبيتال، واللي تعتبر من المرافق الاساسيه اللي موجوده في المجمع. مستشفى كبير ما شاء الله تبارك الله، الله لا يحيجنا، قائم بحد ذاته. فالوحدات اللي هنا بتطل على المستشفى عكس الواقع هنا. الواقع هنا الوحدات هنا بتطل على الجرين بيلت، على الشارع، على افق دبي، او وحدات الكبيره منها الغرفتين والثلاث غرف والتاون هاوسز. هذا كمان شيء جميل، بتطول على الحديقه المركزيه اللي يتمتع فيها هذا الكلاستر. فانا في رايي الشخصي كموقع هو افضل موقع للاسباب اللي ذكرتها. الجهه هذه ذكرناها، الجهه هذه ذكرناها، الجهه هذه حتكون مرافق مفتوحه، مسجد، حضانه، ايا كان التحديد، فحتكون منخفضه الارتفاع وفي نفس الوقت اطلاله على الشارع الرئيسي. وهنا يمكن قد تكون هذه يمكن اضعف وحده محدات، بس هذه الوحدات الاماميه بتطل هنا، وهذه الوحدات المطله بتطل هنا. فالى حد ما بنسبه 90% من الوحدات اطلالاتها جميله جدا. دائما وابدا انا احب اقول لكم انه اعمار تدي الوحدات الكبيره الاطلالات الرئيسيه. فاحنا حيكون هنا عندنا غرفتين وثلاثه، وعندنا تاون هاوسز G+2 مكون من 3 غرف، وبعدين عندنا طبيعه الامينيتيز. اما الغرف والغرفه والصاله تكون في الوراء. هذا دائما يدي ظلم الناس اللي حابه وحدات صغيره انها تاخذ الاطلاله الاساسيه، وهذا طبيعي من حق اعمار انها تعطي الناس الماخذين مساحات اكبر الاطلاله الافضل، قيمه تعطي اعلى. فبالتالي انت عندك الوحدات الخلفيه هنا عكس العاده كمان اطلالاتها لطيفه. مو بس كذا، مساحتها لطيفه، تبدا من 727، قيمتها لطيفه بمليون 850. جدول السداد اللي احنا متعودين عليه من اعمار من فتره، 80% اثناء الانشاء، 20% عند التسليم، واللي حيكون ان شاء الله في يناير 2029 على خير. جدول السداد زي ما ذكرت 28 727 بمليون 750. وفوق ده كله الانتيريورز في هذا المبنى بالتحديد مسوينه براندد باي فيدا، فحابين يرفعوا مستوى التشطيبات عند الوحدات. ماني شايف اي عيب في هذا المشروع للامانه من ناحيه الموقع، الفكره، الامينيتيز، المرافق، الاسعار، طريقه السداد اللي احنا متعودين عنها من اعمار، وفي نفس الوقت موقع المبنى. يعني بكره ان شاء الله في الهيلز بارك هذه لو طلع هذا المبنى ما حيكون زي هذا. الجهه الثانيه بلوك في عندنا وحدات، اذا طلع هذا المبنى كذلك، واذا طلع هذا المبنى كذلك. فهذا فعليا للامانه افضل واحد فيهم كموقع في رايي الشخصي، الا اذا اضافوا عاد قيمه مضافه في هذه في المستقبل. الله العالم اعمار ايش عندها نيه. بس واحنا موجودين اليوم في فبراير 25 تاريخ 21 بالتحديد. المشروع هذا اعتقد حيطلق يوم السبت الجاي ولا حد قريبا خلال الايام القادمه بدون تحديد، ما عندي فكره. فحبز الاهتمام حيبدا يمكن خلال 24 48 ساعه. اذا كنتم مهتمين تواصلوا معي ان شاء الله بدون ما اقصر معكم عبد الله من برو بوينت. لا تنسوا من لايك والشير. نتكلم على باركور دبي هيلز ستيت ونراكم على خير. السلام عليكم.